السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد، والنهاردة رجعت لكم بفيديو جديد ضمن سلسلة تعلم مايكروسوفت أوفيس في عصر الذكاء الاصطناعي. السلام عليكم. بدخولك للفيديو ده فأنت واحد ضمن الناس المهتمة بمجالات الكمبيوتر وبأدوات الذكاء الاصطناعي ومهارات التكنولوجيا اللي بتتطور كل يوم، يمكن كل ساعة كمان مش كل يوم. فأنا حابب أديلك تحية ولايك زي اللايك اللي أنت هتعمله للفيديو ده، لأن أنت ماشي على الطريق الصح. لأن 90% من الشركات بتطلب ناس فاهمة كمبيوتر، فاهمة أدوات ذكاء اصطناعي، بتعرف توظف ادوات الذكاء الاصطناعي في مجالاتها، يعني مش مجالات التخصص بس النهارده اللي بتحتاج معرفه بالكمبيوتر. فتابع الفيديو. حابب تحجز تدريب؟ اللينك تحت في الديسكريبشن. ممكن تحجز تدريب مباشر معايا اوفلاين او اونلاين. ولكن قبل ما نبدأ عايزك تسأل نفسك سؤال مهم جدا. برنامج الوورد اللي بنسمع عنه من 10 سنين، يمكن 15 سنة كمان مش 10 سنين، هل مهم ان احنا نتعلم النهاردة في عصر الذكاء الاصطناعي عشان نكتب عليه مقال ولا نكتب عليه تقرير؟ مع ان شات جي بي تي وجيميناي وكوبايلوت وكلود، كل البرامج دي وكل الادوات دي بتطوراتها اللي بتتم في الساعة مش في اليوم، بتكتب المقالات في ثواني. طيب احنا عشان نوصل لبرنامج الوورد على الكمبيوتر، انا ببدأ من الصفر برضو عشان الناس تكون عارفة. في اختصار جميل جدا، بدوس على Alt Windows Control Shift W. طب لو دوست على اكس هيفتح لي الاكسل. تمام. طيب انا دلوقتي عندي برنامج الوورد. برنامج الوورد بكل بساطة نفس الواجهة اللي بنتعامل معاها من 2016، نفس الواجهة اللي قدامك دي. ما قبل 2016 هتلاقي الواجهة مختلفة شوية، ولكن الدنيا واحدة هي. عندي بلانك دوكيمنت، هو مستند فارغ تماما لسه هكتب فيه. عندي التمبلتس، هي نماذج قابلة للتعديل، يعني نموذج اقدر اعدل فيه براحتي، بيكون زي كده تمبلت جاهز او نموذج جاهز لسي في انا بدخل مثلا اكتب بياناتي فيه على طول، زي الشغل على كانفا بالظبط. تمام. فلو دوست على كلمه مور تمبلتس بلاقي التمبلتس كلها عندي. احنا كده كده مش هنستخدمها، هنستخدم تمبلتس من مواقع تانية. فبتتجسم معايا زي ما قلت لكم بلانك دوكيمنت، وبعد كده التمبلتس بتيجي معايا بالشكل ده. وبعد كده عندي هنا بيجي كلمه نيو لو انا عايز اعمل مستند جديد. تمام. لحظة واحدة. تمام كده. عندي كلمة اوبن لو انا عايز افتح مستند وورد هو عندي اساسا. لكن في الريسنت بيكون عندي المجلدات او عفوا الملفات اللي انا شغال عليها. تمام. لو عايز اضيف مثلا تقرير فريق المبيعات ده المفضل، لو انا شغال على ملفات كتير وعايز اثبت الملف ده معايا، بثبته من add to favorites. تمام. بيتثبت معايا في الفيفوريتس هنا. تمام كده. طيب خلينا نبدأ نعمل مستند فارغ من الاول. انا دلوقتي عايز ابدا اكتب، فطبيعي انا عايز اكتب نص سريع ابدا اتدرب عليه وانسق عليه، فهكتب يساوي ار اي ان دي، وافتح الاقواس من شيفت 9 وابدا اكتب هنا عدد الفقرات اللي انا عايزه. تمام. هكتب هنا عدد الفقرات اللي انا عايزه ما بين الاقواس. واحد هيكتب لي فقرة واحدة، خمسة هيكتب لي 5 فقرات، فخلينا في 4 فقرات. نروح بالمؤشر قدام القوس على طول من غير على طول من غير ما ندوس مسافة، بندوس على انتر بيبدأ يكتب لي طبعا بالشكل ده الفقرات اللي انا عايزها. طيب انا مساحة الصفحة بتاعتي حاليا هي مساحة A4، هنعرف عملناها ازاي A4، ولكن تكبير وتصغير الصفحة من هنا. تمام. ركز معايا كده تحت. تكبير وتصغير الصفحة من الشريط اللي تحت ده لا يؤثر على حجم الصفحة الاساسي، كأني ماسك كتاب وبجربه وببعده من عينيا. تمام. طيب لكن انا دلوقتي بكتب على صفحه A4 وهنروح لاعداداتها. تمام. لكن انا عايز ابدا في اعدادات الخط. كليك واحد جنب الخط بيبدا يحدد لك لاين كامل. تمام. ممكن اسحب كده احدد فقره. تمام. لكن كليك او دبل كليك على كلمه يبدا يحددها لي. طيب تريبل، 3 كليكات ورا بعض يحدد لي فقره زي ما انتم شايفين. طيب كليك واحد يحدد كلمه، او كليكين ممكن يحدد لي كلمه، 3 كليكات يبدأ يحدد لي الفقرة كلها. تمام. طيب كليك واحد على محاذاة السطر من هنا يبدأ يحدد لي السطور بالشكل ده. تمام. طيب انا عايز ابدأ دلوقتي بكلمة فيديو، ابدأ احط عليها شوية تنسيقات. عايز اغير الخط، اغير الخط من هنا. تمام. من قائمة هوم مجموعة فونت. تمام. قائمة هوم مجموعة فونت. هبدأ اغير الخط من هنا عادي براحتي، مفيش اي مشاكل في ده. يبدأ يتغير معايا الخط زي كده. تمام. بعديها طبعا عندي ان انا اخلي الخط بولد، ركزوا على كلمة فيديو تحت على اليمين. ممكن اخلي الخط مائل، ممكن اعمل حاجة اسمها اندرلاين، ممكن احط خط كده
او شرطه فوق الخط بتاعي. وهنا الرموز دي بستخدمها طبعا في اللي هي المعادلات الكيميائيه او المعادلات في الرياضه. هنا لو عايز اكبر الخط بيكبر طبعا بزياده زياده 2، وهنا بيقلل بزياده 2. وممكن هنا افتح احط الخط اللي انا عايزه، او احدد جوه المربع ده واكتب برضو رقم الخط اللي انا عايزه. يعني في الاغلب دايما بنخليه كام؟ 16. تمام. لو رحت على علامه الايه الكابيتال وعلامه الايه السمول، هنا انت بتحدد حالات الحروف اللي عندك. يعني انا ممكن امسك الفقره دي كلها واخلي كل اول حرف في الفقره دي، او اخلي كل حروف كابيتال مثلا يخلي لي كل حروف كابيتال. عايز اخلي كل الحروف سمول يخليها كل الحروف سمول. عايز اخلي اول حرف في كل كلمه يبقى كابيتال، بيجي معايا بالشكل ده. فهي مش محتاجه شرح، هي من شكلها كده انا بعرفها. ممكن اخلي كل اول حرف سمول، لكن احنا هنخليه كله سمول حاليا. تمام. عندي في الافكتس هنا، هي افكتس بستخدمها ولكن في الطابع الرسمي للملفات اللي احنا شغالين عليه مش هنستخدمها كتير. هنا الهايلايت عادي بتحدد كلام وتعمل هايلايت، او بتمسك الهايلايت على طول كده. تمام. بالاصفر، وتبدا تحدد بيه على الكلام اللي انت عايز تعمل عليه هايلايت. كنترول زد يرجع خطوه. عندي هنا اللون بتاع الخط في الاغلب برضو ما بغيروش عن الاسود، وهو الاوتوماتيك بيجي لك اسود. تمام. طيب انا دلوقتي عشان ابدا مستند فلازم يكون عندي معرفه مهمه بحاجه اسمها تكست دايركشن. تكست دايركشن وتكست الاين. التكست دايركشن هو اتجاه النص داخل المستند اللي انا شغال عليه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي محدد النص ده نص انجلش بادئ معايا من الشمال لليمين، بقراه من الشمال لليمين، ده الطبيعي. تمام. فانا محدد هنا في مجموعه باراجراف ان انت ابدا معايا من الشمال لليمين. طب افرض انا بكتب عربي، خلينا ننزل الفقره دي. تمام. لتحت كده بنزل من انتر. تمام. ونبدا من هنا نكتب مثلا، هكتب احمد الجرحي. تمام. جلال حسن. تمام. بعد كده بدأ معايا منين؟ من الشمال لليمين. فانا لو هجرى من الشمال لليمين المفروض همسك حرف النون والسين والحاء، مش هينفع. المفروض اجرى ايه؟ الف ح م د احمد، واجمع كلامي من اليمين للشمال. تمام. فانا هحدد الكلمه دي. تمام. وابدا ادي للكلمه دي او للسطر ده تنسيق او تكست دايركشن يوديني لليمين للشمال، والتكست دايركشن بظبطه من هنا. دي المشكله اللي بتظهر معايا لما اودي اتجاه الخط من اليمين بالمحاذاة فقط اللي هي تكست الاين. تمام. لكن الصح ان انا اظبط اتجاه الخط بتاعي رايت تو ليفت. تمام. زي ما انا عامل كده احمد الجرحي جلال. هبدأ انزل كده مسافة، وابدأ امسك الخط ده، وابدأ اودي الخط بتاعي من هنا من اليمين للشمال، وابدا احط نقطه في اخر الخط تتظبط معايا. ممكن تتظبط على فكره من غير ما تعمل الاتجاه، ولكن لازم ولا بد هتلاقي مشاكل طلعت معاك بعدين. فانا امشي صح من الاول واظبط اتجاه الخط اولا اللي هو التكست دايركشن، بعد كده اظبط المحاذاه بتاعه الخط. تمام. طيب فاحنا طبعا مش هنكتب عربي دلوقتي، احنا خلينا في تنسيق الفقرات الانجليش، وهي نفس الكلام على العربي. تمام. فخلينا نمسك سطرين كده او فقره ونبدا ننسق عليها. ممكن اخليها في النص، ممكن اخليها تبدا من اليمين. غلط، ما ينفعش، لان انا دلوقتي ببدأ من الشمال. اخر اخليها في النص، او اعمل لها تنسيق جاستيفاي، وهو مساواة نهايات السطور. لاحظ معايا كده لو لغينا جاستيفاي، شايف كلمة فيديو راحت فين؟ ركز معايا على السهم. لو مسكت هنا جاستيفاي هتبدأ تتساوى نهايات السطور. تمام. طيب بعد كده خلينا ننزل مسافة تاني كده، نوسع ما بين الفقرات، وتريبل كليك نحدد الفقرة دي. لو انا عايز ازود المسافة ما بين السطور، تمام، ممكن اخليها 1.5 مثلا، فبتنزل معايا بالشكل ده. هو دايما في الخطوط الخط الانجليش عادي بستخدم 1 سنتي، لان ما عنديش حروف تحتيها نقاط زي حرف اليه مثلا. تمام. بيكون تحتيه نقطتين، فبيحتاج مساحه ما بين السطور. تمام. فالتفاصيل الصغيره دي اخد بالي منها برضو عشان اطلع شغل ايه منظم. فببدا ان انا ادي للفقرات كلها ممكن كنترول واحدد الكل، واروح اعمل للكل جاستيفاي. تمام. فيبدا يتنسق معايا جاستيفاي بالشكل ده، نهايات السطور تكون واحده. طب خلينا ننزل بقى مسافتين تاني ونكتب هنا مثلا، خلينا نكتب تايتل. تمام. كهي مثلا العنوان اللي انا كاتبه. تمام. في المستند بتاعي هبدا احدد العنوان كده، اخلي العنوان في النص، اروح اخلي العنوان هنا كابيتال كله من هنا. تمام. وبعد كده بديله خط بولد. تمام. وكده ده العنوان بتاعي، ودي الفقرات جايه منظمه معايا بالشكل ده. تمام. طيب
في الجزء بتاع توظيف الذكاء الاصطناعي اللي انا كنت بتكلم عليه، ان انت دايما في برامج الاوفيس هتلاقي عندك اد اي ان اس. تمام، انا ضايف هنا شويه اضافات جميله ممكن برضو نتكلم عنها، ولكن انت لو عايز تضيفهم بتضيفهم من هنا، بتفتح هنا وتبحث عن اللي انت عايزه وتبدا تعمل اد وتضيف طبعا الاضافه بتاعتك هنا اللي هي هنعرف مميزاتها دلوقتي. خلينا نمسح بقى النص ده كله. تمام، ونبدا نكتب هنا لجوست رايتر مثلا. هبدا اقول له ايه؟ هبدا اقول له بيشتغل معاك بالعربي والانجليزي على فكره، عادي شغال معاك. تمام، هبدا اقول له مثلا رايت سيلز ريبورت. تمام، مثلا نكتب له ايه 5 لاينز. تمام، في 5 سطور يعني. وهبدا اديله امر كاني بدي الامر ده لشات جي بي تي. هيبدا يعمل ايه من نفسه؟ عمل اللي انتوا شايفينه ده بالتنسيق اللي انتوا شايفينه ده. تمام، سيلز ريبورت. تمام، وبدا ايه يعمل لك الهيدنج. هنتكلم عن الهيدنج ده في الفيديو اللي جاي. وبدا يعمل لك اوفر فيو، وبدا يعمل لك تمام كل التفاصيل بتاعه الايه الريبورت بتاعك. فممكن نحذف احنا بقى كلمه تايتل دي نحذفها. تمام، وخلينا في الريبورت بقى اللي هو ايه اللي هو كتبه. تمام، طيب هنا على فكره لو عملته نورمال هو بيجي معايا نورمال، لو عملت نو سبيسنج بيجي معايا نو سبيسنج، لو عملت هنا هيدنج فببدا ان انا اتحكم ايه ان ده الجزء اللي انا ايه بفتح هنا كده سيلز ريبورت، بفتح بيجيب لي ايه الكلام ده. لو عايز انا اعمل نفس الموضوع بختاره من هيدنج او من ستايلز. فخلاص دور الاداه خلص معايا بقفلها. عايز اكتب 100 مستند بنفس الفكره اكتب عادي، بدل ما تروح تاخد الكلام كوبي بيست من شات جي بي تي. فهنا الوورد لا يموت بسبب ده، ان انت عندك كليك واحد وكلمتين بتكتبهم بيعمل لك شغل ممكن انت تعمله مثلا في نص ساعه، مش هبالغ واقول ساعه. تمام، وهنا شايف حاطط لك حرف ايه اكس على اساس انت تحط مثلا ايه النسب بتاعتك وتظبط دنيتك. تمام، طيب فده جزء النهارده اللي احنا عرفناه في توظيف الذكاء الاصطناعي. فاحنا برضو عايزين نبدا نشتغل على حاجه تاني، واللي هي ظبطنا الاتجاهات وظبطنا الخطوط وظبطنا طبعا ضفنا اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي بالتكامل مع الوورد. وعرفنا طبعا الهيدنج، ان انا لو عايز اعمل موضوع الهيدنج ده ان انا اخلي كاني بفتح عنصر يفتح لي الايه الوصف بتاعه او المحتوى بتاعه. تمام كده، ودي بنعملها في الفهرس بتاع الكتب برضه. هنعرف كل ده باذن الله خلال السلسله بتاعتنا. ده فيديو تعريفي كده ممكن تلاقيه شامل كل حاجه، ولكن بعد كده هنتكلم في كل فيديو باسمه. تمام، لو انا رحت على قائمه insert، قائمه insert هي بضيف منها اي حاجه في الدنيا، ترقيم صفحات، هيدر وفوتر، بيكتشر، تيبل، شيبس، كل ده بضيفه من هنا. تمام، لو انا عايز اضيف صوره مثلا فابدا ان انا بيكتشر ذيس ديفايس واختار من الديفايس بتاعي الصوره اللي انا عايزها. تمام، وابدا بعد كده اعمل لها insert. خلينا نروح مثلا للصور اللي هنا. تمام، خلينا نضيف مثلا الصوره دي اللي انا بتكلم فيها عن تعلم ايه الانديزاين. الفيديو ده مهم جدا موجود عندي على القناه ممكن تسمعوه. تمام، طيب لو انا بدات احرك الصوره دي كده مش هتتحرك معايا، فهلاحظ ان في بعد قائمه هيلب، ركز معايا كده، بعد قائمه هيلب فتحت معايا بيكتشر فورمات. اذا اي شيء يتم اضافته من قائمه انسيرت بيفتح لي قائمه بعد هيلب، فدوس عليها هيبدا يفتح لي اعدادات الصوره اللي انا وقفت عليها. طب انا دلوقتي عايز احرك الصوره دي، عايز اضيف لها اطار بالمناسبه، عادي ممكن اضيف لها اطار من هنا او شكل زي افكت او حاجه ممكن اضيفها من هنا. تمام، طيب لو انا عايز احرك الصوره دي بقى، شايف بوزيشن دي مجرد ما تدوس عليها وتختار اي موضع فبتبدا الصوره تتفك معاك وتقدر ان انت ايه تقدر ان انت تحركها. طب صغر لي دي كده شويه. تمام، وخليها تجيلي بالشكل ده من تحت، او خليها مثلا تجيلي بالشكل ده هنا مثلا. تمام، او خليها مثلا تحت التقرير بتاعنا هنا. تمام، تمام، فانا كده عندي الصفحه بتاعتي ماشيه بالشكل ده. انا عارف ان هي كلها ملهاش علاقه ببعض ولكن احنا بناخد كمثال. تمام، فده بالنسبه لقائمه انسيرت. عايز تضيف شيب ضيف شيب مفيش مشاكل. عايز تعمل مثلا ايه سهم، فممكن تعمل سهم بالشكل ده وتدوس على شيفت عشان ينزل معاك مظبوط كابعاد. تمام، يبقى انا ضفت ايه السهم بالشكل ده. فده كله من قائمه ايه من قائمه انسيرت. طيب تعالى عايز تضيف تيبل، لاحظ معايا ان انا بحط قدامي المؤشر فاضي. تمام، هل في شيء قدام المؤشر؟ لا، يبقى ابدا اروح على تيبل وهات لي تيبل مثلا 3 في 3. تمام، التيبل ال3 في 3 ده يا باشا هتعمل فيه ايه؟ هتكتب لي هنا مثلا الاسم
تمام. بعد كده هتيجي هنا تكتب مثلا المحافظة، تمام. بعد كده هتيجي هنا تكتب مثلا المبيعات، تمام. طيب بعد كده هتحدد لي الجدول ده كله من علامة المربع اللي في زاوية الجدول دي، وهيبدأ يفتح معاك النافذتين الإضافيتين اللي قلت عليهم لما بتضيف أي حاجة من قائمة insert، تمام. طيب تيبل لاي اوت، هبدا ان انا من تيبل لاي اوت اروح على الالاينمنت او المحاذاه، ابدا اخليها في النص، يبقى انا كده اي حاجه هكتبها في الجدول هتيجي معايا في النص من نفسها. وهكتب هنا الاسم، هكتب احمد، وبعد كده لو نزلت انتر هينزل لي مسافه او هينزل لي سطر داخل نفس الخليه. لا انا عايز انزل ايه؟ عايز انزل في الخليه اللي تحتيها واكتب مثلا عمر، تمام. طيب المحافظه هكتب هنا مثلا القاهره، تمام. وهنا المحافظه برضو هكتب مثلا البحيره، تمام. وهنا عندي المبيعات هبدأ اكتب 250 او 2500، وهنا هكتب 3000 او 30000، مش مهم مش هحذفها، تمام. وبدل البحيرة برضو هنكتب هنا تصحيح، يعني ممكن اكتب القاهرة برضو، تمام. طيب فانا عندي كده عايز ادي بقى ايه؟ شكل للجدول. هحدد اول صف كده، كليك واسحب وحدد، واروح على تيبل ديزاين، امسك لي بقى العلامه دي، تمام، وهات لي اللون الاصفر يديك زي شكل. مهم التنسيق، مهم. اول جزء في تحليل البيانات هو ان انت تعمل الوان وتعمل حاجه مرئيه واضحه للعين، تمام. وابدا نسق ايه؟ ابدا نسق كده الجدول بتاعك، تمام. فانا كده ضفت جدول حلو. افضي كده اروح قدام الجدول، قدام المؤشر فاضي، تمام. كده قدام المؤشر مش فاضي، هينزل معايا ايه؟ هينزل معايا صف تاني. طب انا عايز احذف الصف التاني اللي انا نزلته عادي، هحدده تيبل لي اوت ديليت، واروح اعمل ايه؟ ديليت رو. لو عايز احذف ديليت عمود مثلا، احذف هنا العمود، احذف هنا الرو، عادي مفيش اي مشاكل في ده، سهله مش محتاجه شرح، تمام. طيب لو انا عايز اضيف عادي ممكن كنت انزل انتر زي ما انا عملت هنا، تمام. او ان انا اعمل ايه؟ كنترول زائد يرجع خطوه، او ان انا اروح على تيبل لاي اوت وانزل هنا ايه؟ ادي عندي الاعدادات واضحه وشرحه نفسها، انزل هنا ايه؟ رو لتحت، تمام. طيب لتحت من المكان اللي انا واقف فيه. طب انا دلوقتي خلاص عايز اسيب الجدول ده وانزل كده بالمؤشر، ادوس بالمؤشر تحت الجدول، وعايز اكتب مثلا او عايز اضيف، خلينا نضيف اطار او اضيف علامه مائيه الاول، تمام. علامه مائيه دونت كوبي هتطلع معايا في نص الصفحه. طب انا عايز اكتب اسمي عادي، هدوس على كاستم ووتر مارك اللي تحت دي، وابدا ان انا ايه؟ بدل دونت كوبي اكتب مثلا ايه؟ اكتب احمد محمد ايا كان الاسم او اسم المؤسسه اللي انا شغال فيها. عايز اضيف اطار، اضيف اطار من هنا عادي مفيش مشاكل. وارت هنا بيحط لي الاطارات بقى اللي اشكالها مختلفه واشكالها غريبه زي دي، تمام. لو انا مش عايزها بروح على كلر عادي وبختار اللون الاسود، وبروح هنا على الوزن بخليه مثلا كام حسب اللي انا عايزه، 2 وربع 1 ونص ايا كان. وابدا اختار شكل الاطار من هنا اللي انا عايزه، بنخليه اول واحد في الطابع الرسمي، وببدا ان انا اعمل الاطار بتاعي بالشكل ده. يبقى انا كده عملت ملف وورد، عملت صفحه واحده، تمام. الصفحه الواحده اللي انت عملتها دي ممكن تعمل منها 100 صفحه بس منسقه، تمام. فاللي يعمل صفحه يعمل 1000، ده اللي انا مؤمن بيه في شغل على الوورد، تمام. فخلينا نحفظ الملف ده PDF فايل. طب لو عايز اعرف حوار الترقيم والكلام ده برضو من قائمة insert، بروح على page number وبروح على bottom، تمام. لان احنا الترقيم بتاعنا دايما بيكون فين؟ بيكون في نص الصفحة من تحت، وبختار الترقيم عادي بيفتح معايا في الفوتر. انا مش عايز اتعمق في الحتة دي فانا بقولها كخطوة كده سريعة. بعد كده لو انا عايز انزل صفحة تاني ما ادوس انتر كده وانزل، لا الحركة دي غلط جدا ما اعملهاش، كنترول وانتر يا باشا هيفتح لك صفحة تاني. طب ليه فتحها من على الجنب؟ عادي لو كبرت كده هتنزل تحت، تمام. هي بتعتمد على رؤيتك انت بس لايه؟ للمستند. لو صغرت هيفتح معاك الصفحتين جنب بعض. فخلينا مثلا نكتب هنا رقم 2 ونبدا نروح على فايل، بعد كده سيف از، بعد كده براوز او تصفح، وابدا احدد المكان اللي انا هحفظ فيه. لا يتم حفظ الملفات المهمه على الديسك توب لانه جزء من السي، وعرفنا ان السي هو جسم النظام. فببدا ان انا اروح احفظ في اي جسم تاني غير اللي واخد حرف سي. ركز معايا كده على الشاشه، ده سيستم انا مسميه سيستم، هو ممكن يبقى اسمه لوكال ديسك عندك عادي مفيش اي مشاكل. اللي يهمني هو حرف السي، بسيبه في حاله. بروح على اي جسم تاني من الاجسام اللي عندي، بروح مثلا على حرف الاي مثلا نفترض، بعد كده بعمل ايه؟ بدوس على سيف، تمام. يبقى انا كده حفظت الملف اللي عندي بس ما حفظتوش بصيغه PDF. تعالوا نرجع تاني سيف از براوز، واروح على حرف الاي،
من سيف از تايب بحدد هنا بي دي اف، واسم الملف بيتحدد معايا هنا حسب اول كلمه كتبتها جوه الملف. تمام، يعني اول كلمه كتبناها كانت سيلز ريبورت، هي مكتوب اسم الملف من نفسه سيلز ريبورت. عايز اغير عادي مفيش مشاكل، وابدا ان انا اعمل ايه، سيف، يحفظ معايا. تلقائي هيفتح معاك في اقرب مستعرض ملفات بي دي اف عندك على الجهاز، هيفتح معايا ملف البي دي اف ايه بالشكل ده. تمام. طيب ليه دي مش بتفتح وتقفل؟ لا دي تفتح وتقفل يا باشا عندك في ملف الوورد، مش في ملف العرض النهائي او ملف البي دي اف. فاحنا كده اتكلمنا عن بعض الاساسيات المهمة جدا واختصرناها بسرعة، واتكلمنا عن توظيف الذكاء الاصطناعي داخل الوورد. تمام. فنشترك في القناة ونتابع السلسلة دي لانها من اهم الفيديوهات باذن الله اللي هتنزل على القناة. وطبعا حسابات السوشيال ميديا موجودة في الديسكريبشن. وصلوا على النبي، السلام عليكم.